بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم باشمهندس محمود محمد جاد. اليوم حنشتغل حضانة بتاعت كتاكيت للسمان. الحضانة بتاعت الفراخ طبعا بتختلف، لكن حضانة السمان دي شوية دايرة لها حاجة زي ما يقولوا مكربة. فإن شاء الله الفترة الجاية دي حننتج في السوق حضانات. يلا دي الحضانة انتجناها، ودي الماعون بتاع الموية، ودي أكالة عملناه. الأكالة اللي بتجي مفتوحة واطية دي هي مناسبة مع السمان، يعني زي الطبق بتاع التحضير للناس اللي ربت لاحم. بتعرف طبق التحضير أهميته شنو بالنسبة للتحضير بتاع الكتكوت. هنا الطبق المفتوح ده بيديلك الطاير انه ياكل يعني كمية كفاية من العلف. والترتيب أهم حاجة بتاع الحضانة تكون جاهزة ومرتبة كاملة بمواصفاتها كاملة، بتديك شغل، بتحافظ لك على الكتاكيت من الموت، المشاكل بتاعت هنا دي، النظافة، الدرج بتاع النظافة ده أهم حاجة. هنا ما لقينا درج نفس المقاس، قمنا عملنا القطعة بتاعت الفايبر دي وحاظبط لها بالجنبات يعني خشبات كده على أساس إنه الزبالة ما تدفق. هنا هنشتغل بقى مؤقت كده. ودي هنا عملنا اللمبة. المحل اللي شغالة فيه والحضانة دي سخن، فعملنا لمبة بيضة، لأنه لو الجو برد شوية حنقوم نعمل لمبة حمرة. اللمبة الحمرة هي اللي التدفئة أساسا. هنا دي المواصفات بتاعت البطارية ظاهرة معاكم. عملنا الفرشة الخضراء تحت دي للشغل بتاع البطارية. هنا الفقاسة ما شاء الله تبارك الله. دي النسبة بتاعت التفقيس، ادتنا نسبة عالية الحمد لله. مع انه كان في عطل في الطاقة يوم كامل وغايته الحمد لله. هنا ده البيض، واحد من البيض الفاضي. سبحان الله، دي بيض السمان منها يطلع كتكوت، يعني سبحان الله. يعني من البيضة دي الفترة بتاعت التفركيز دايما بالنسبة للسمان من 15 يوم ل17 يوم أو 18 يوم بيفقس السمان. سبحان الله، دي القشرة بتاعت البيضة، يعني سبحان الله السمان ده بيفتح لك القشرة، حاجة جميلة جدا. يعني حتى بخلي فيها جزء بالجمة كده، يعني زي الكريستال أو غطاء، يعني سبحان الله. حاجة جميلة جدا. حتى البيض منقط شكله جميل جدا يعني. قشرة البيض ده ألوان أو كده. هنا طلعنا الكتاكيت وحسبناها وخديناها في الكرتونة دي، وعايزين نحولها للحضانة إن شاء الله. عندنا تجهيزات، ماشيين الشارع تحت نجيب لنا شوية بتاعت حصحص. الحصحص ده بنوريكم حس في الفيديو ده إنه أهميته شنو. يعني بعد ما نجيب الحصحص ده هنوريكم. الكتكوت جميل جدا، حس الكتكوت الأسود ده عاجبني سبحان الله. طالعين زي حبتين ولا شنو في الدفعة كلها. هنا مجينا لقطنا حصحاص من الشارع وجينا كبينا العلف، علف بتاع التربية طبعا. هنا جبنا ملينا الشرابة موية ومشينا المطبخ، غسلنا الحصحاص، شلنا المطبخ، جبنا لنا حبة سكر، شلنا نص معلقة دي بتضاف للنص لتر بتاعت الموية دي التلات أيام الأولى. يعني التلات أيام الأولى لو زقيت موية بتاع السكر بيكون أفضل. هنا كبينا السكر ونقلب السكر. بعد ما قلبنا السكر بنضيف حبة ملح، يعني ذرة بتاع ملح زائد سكر. بيكون نظام بتاع جلوكوز، لأن الكتاكيت الأيام الأولى دي بتكون فاقدة، فبنديها الشغل ده بيقويها وبيديها شغل جميل، يعني بيديها طاقة. هو الجلوكوز ده نظام مصدر بتاع طاقة، يعني السكر مع الملح. بالنسبة للكتاكيت، الكتاكيت الأيام الأولى دي بتكون كويسة. هنا هنركب الشرابة عشان أوريكم الطريقة بتاعتها. الشرابة طبعا مرات بتكون صغيرة خلاص. هنا ركبنا الشرابة وهنضيف الحصحاص نوريكم. طبعا بعد ما تقفل الشرابة دي بصباعك ده، شايف صباعي اللي بيتجمع ده، هنا ده أنا قافل الفتحة بتاعت الموية اللي بتنزل الموية عشان تقدر ترص الحصحاص بمزاج. وهنا بنرص الحصحاص. دي الطريقة بتاعته. ممكن تجيب البلي، وفي ناس بتقطع قطعة من الخرطوش
بتاع الدريب ده واللي بتاع المكيفات ده، تعمله دايرة كده ممكن يقعد. الحصحاص برضو طريقته جميلة، لكن داير كل يوم تغسل الحصحاص كويس. غسلت الحصحاص ورصيته تمام، بتنزله للكتاكيت. تعمل حسابك، لأنه الكتاكيت مرات بتيجي على الشرابة، تقوم تخش تحت الشرابة، يعني تتأكد إنه تحت الشرابة ما دخل لك كتكوت بتاع سمان، لأنه الكتكوت حاجة صغيرة. هنا ما شاء الله الكتكوت ده جميل وبادئ يشرب في يدي.